اساس انتوا بتاخدوا الحاجات دي معاكم؟ لا بتعملوا كده؟ انا بوريكم. انا اقول لكم بعد ما اخلص باخد ايه منهم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما كويسين. وحشتوني جدا جدا جدا، ورجعت لكم بفيديو جديد واتطلب مني كتير، وهي اساسيات شنطه الجامعه. فانا النهارده كده على السريع هقول لكم ايه الحاجات اللي ما ننساهاش، وايه الحاجات المهمه، وايه الحاجات اللي لا، وكده يعني. فيلا بينا نشوف عشان ما اخرش عليكم. بس اول حاجه، اول اسبوع جامعه او اول اسبوعين مثلا انتوا بتبقوا لسه مش عارفين ايه المواد، ايه اللي عليكم او كده، فممكن نوت بوك صغيره تكتبوا فيها الملحوظات او الحاجات اللي هتطلب منكم. لكن انا جبت واحد كبير ده مثلا لباقي الجامعه او السكاشن، تمام؟ بس هي النوت بوك هتنفعكم في الاول، تمام؟ باقي الجامعه ازاي؟ يعني باقي ايام الجامعه، تمام. يعني باقي الكليه. بس المعلومه دي انا وريت لكم المشتريات بتاعه الجامعه، بس انا ايه عشان حاطه فيها حاجتي. اوكي، فانتوا اكيد هتاخدوا قلم، بس انا لازم اعمل فرح اقلام. انا بحب الاقلام قوي. وبصوا يعني حلويات حلويات حلويات. انا كده وريته لكم في الفيديو بتاع مشتريات الجامعه. فانتوا هيبقى ايه؟ نوت بوك وايه واي قلم، تمام؟ دول الاساسيين. اوكي، اول حاجه اكيد احنا بنبقى عطشانين قوي، فبتبقى مثلا بنجيب ميه كتير. ممكن تجيبوا زمزميه او سمي ازازه ميه، عشان زمزميه عيالي قوي. دي من السنه اللي فاتت بس بحبها قوي، وماما جايبه لي واحده جديده بس هتبقى كبيره على يعني بس كده. اكمل. لا كات يا ابني كات. هتبقى كبيره على الشنطه، طويله على الشنطه عشان هي لا لسه. لا عادي يعني. بص، في ناس بتحب تروح الجامعه بشنط اللي هي الكروس، في ناس بتحب تروح بشنط باك. مارينا انت ده الاحسن وده الاحسن، وانا بستخدم الاثنين على حسب انا عندي ايه في الجامعه. يعني مثلا يوم سريع خفيف كده مش هحتاج فيه حاجات كتير، باخد الصغيره والحاجات الاساسيه جوه شنطتي، تمام؟ بس انا هوريكم الحاجات اللي انا جبتها في الشنطه الكبيره، وتبقى في شنط زي كده ماما جابتها لي، وانا هعمل لكم فيديو مشتريات الجامعه عباره عن شنطتين جوه بعض، والبوك الصغير ده ومساحتها حلوه قوي من جوه. وانا اكيد انتوا عارفين اي حاجه بجيبها جديده وشايلها الحاجه لازم استخدمها، تمام؟ اهي الشنطه الباك بيبقى في منها احجام كتيره، احجام صغيره واحجام كبيره زي ما تحبوا. دي شكلها حلو قوي وفيها جيوب كتيره واقدر استخدمها كل مكان، ابقى عارفه حاجتي فين، تمام؟ هنطلع كده ونقول اول حاجه اي شنطه لازم يبقى فيها وايبس ومناديل. ممكن الوايبس مش اساسيه قوي، لو انتوا تقدروا تجيبوا مناديل عاديه بس انا بفضل يبقى معايا الاثنين دايما، تمام؟ الشمس بقى وحلاوه الشمس، انا كنت جايبه كذا واحده بس انا استخدمت منهم. بس قدامكم كذا حل، يا نضاره يا كاب يا تعملوا يعني بصوا، في ناس بتستخدموا الاثنين او ممكن تستخدموا اي حاجه واحده، او انتوا بتفضلوا ايه؟ بس يفضل سان سكرين او سان بلوك عشان خاطر ايه؟ عشان وشكوا يعني. ولا واحد ولا. بس هعمل لك صوره. اوكي طب استنى، بص الشبحه. لا بعدين انا عن نفسي مش بحب البس كبات، بحب البس النضاره، بس بما ان وشي بدا يتدمر من الشمس، ان فعلا بنمشي مسافات كبيره قوي. يتدمر؟ مش يتدمر يعني يغمق، يعني انا بشرتي فاتحه عن كده. مستحيل يا ابني. لا يا جماعه انا وشي يعني ما شاء الله حلو. قصدي ان انا بمشي في الشمس كتير قوي وشي بيتاثر بالشمس، ده اللي اقصده. يعني انا بشرتي فاتحه قوي بسبب الجامعه، بشرتي بقت اغمق درجه، ده اللي اقصده يعني. اقدر كتير. بقعد في البيت شويه برجعهم تاني. فانا هروح اخد تاني يعني، ما علينا. بصوا، مفيش اي شنطه لازم يبقى معاكم الشاحن بتاعكم عشان لاي ظروف تقدروا انتوا تطمنوا اهلكم او كده، او يبقى معاكم باور بانك. ماما كانت جايبه لي ده هديه النجاح، بيبقى فيه كذا وصله، الايفون والاندرويد واي مش مهم. اوكي، يعني تقدروا تستخدموه لكذا حاجه. زائد كمان انا عن نفسي صديقتي الصدوقه الايربودز بتاعتي برضو، او انتوا لو معاكم هاند فري ممكن عشان تحموها من الشنطه ما تتقطعش او كده، بيبقى فيه علبه زي كده بتشيلوا فيها الهاند فري نفسها. اوكي، بس انا بحب يعني
ما علينا، نقضيها ما علينا. البوك السكر ده انا كده اجيب واحد جديد، بس ده بتاعي من قبل كده، نفعني جدا 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 لانه متقسم بطريقه كويسه. تمام. اول حاجه هنا بيبقى الفكه، تمام، وهنا بيبقى الفلوس اتفضلوها وهنا بيبقى الكارني، البطاقه، الفيزا، يعني حسب بتبص بتقسمها بطريقه حلوه وسهله، بدل ما تقعدوا بقى تدوروا على الكارنيه بتاعه الجامعه والحاجات دي، فتبقى لما كل حاجتكم احسن ما تبقى في الشنطه كلها. تمام. بصوا كمان انا بفضل المفاتيح يبقى فيها ميداليه عشان ما تبقوا حاطينها في الشنطه ما تقعدوش تدوروا على المفتاح في وسط الكميه دي، تبقى في ميداليه مميزينها بيها، او بتبقى في كوره فرو كده سهل ان انتوا تطلعوها على طول. تمام. سواء مفتاح السكن، مفتاح البيت، او مفتاح اي مفاتيح يعني. بيبقى فيه شنطه زي كده انا بعملها اللي هي زي نظام الاسعافات يعني وكده، بيبقى معاكم مثلا مسكن، بنادول، لزق جرح لا قدر الله حد اتعور. وبفضل مثلا لو واحده محجبه يبقى معاها الدبابيس دي. بالمره ضيفي ابره وفتله. اوكي. لا مش هنخيط. لا في ناس شوز. فكره بتبقى شوز معاها صدقيني. ابره وفتله، ان ما تعرفوش الظروف، ممكن حاجه تتقطع، الشوز. الشنطه تتقطع، الشوز، لبسكم او كده، يبقى معاكم امانات يعني. وبيبقى ده مثلا لو اي حاجه اتقطعت، وبيبقى الدبابيس للبنات المحجبه او الغير محجبه عادي، وبقى شويه مسكنات كده تبقى معاكم، وحاجات ايه بقى مستعين. اوكي. جينا بقى الحاجات دي. بس اول حاجه ايدينا في الشتاء هتتدمر بمعنى اصح من دي بجد. بتبقى مثلا في ناس المهم اهتموا ببشرتكم واهتموا بايديكم واهتموا بكل حاجه، بيبقى فيه زي نظام كريم مرطب زي كده، بيبقى فيه احجام كبيره وفيه اصغر من ده، هتضطروا كل شويه ان انتوا تعملوا بيه. تمام. حطيها كده. افردي اهو عشان في الاخر نحط. اوكي. لا تطلعيه يعني. انتوا كده تاخدوا كل دي معاكم، بس انا عشان افتكرها اقول لكم بيبقى فيه مثلا اللي هي العينات والحاجات دي، او مزيل عرق صغير، بتبقى حلوه، تبقى ريحتكم حلوه يعني. ممكن مرايه حلوه زي السكر دي ممكن تبقى معاكم برضو في الجامعه، عشان لو مفيش مرايات في الحمام، بس كده يبقى فيه يعني. مثلا لو حد ياخد فرشه صغيره او مشطه صغيره. الساعة أكيد كلنا ماشيين بتليفونات، كلنا معانا بنعرف الساعة، بس مثلا لو انتوا في محاضرة ممنوع تستخدموا التليفون أو كده، حلو لما تبقى الساعة في ايديكم ان انتوا تعرفوا الساعة كام، وتعرفوا انتوا عليكم ايه وبعد ايه والجو ده، محدش بيعمل كده. يبقى معاكم اللي هو مثلا في ناس تبقى معاها روج، وممكن تبقى ليبستيك أو زبدة كاكاو أو كده مرطبة للشفايف، يبقى في ليب جلوس زي كده بيبقى شكله حلو. تمام. وبيبقى فيه التند ده بتاع شي جلام حلو قوي برضو، شكله سكر قوي. اساسا انت بتاخدي الحاجات دي معاكي؟ لا بتعملي كده. انا بوريكم. انا اقول لكم بعد ما اخلص باخد ايه من دول. بيبقى في شنط زي كده بتبقى حلوه، اللي هي تجمع كل حاجاتكم عشان الكراكيب دي كلها اللي مش هتاخدوها تبقى ايه في شنطتكم يعني. ما علينا. الشنطه بتبقى مقسمه كده من جوه، بتقدروا ان انتوا تقسموا فيها الحاجات بتاعتكم. تمام. بس بجد بتبقى حلوه قوي لما مثلا حاجات زي كده بتبقى لما كل حاجتكم. مارينا بقى بتاخد ايه في الزيطه دي كلها؟ مارينا بتاخد الشنطه السكر دي، تفتح كده تحط فيها ايه مارينا؟ اخري مناديل، وايبس، مفاتيحي، الايربودز، محفظه. استني لا، ما انا باخد الفلوس في الجيم. فكرني. باخد الكارني والبطاقه والفلوس والفكات، ايه بحطها هنا. انا كان عندي كذا شنطه باج. باخد بقى، خليني صريحه معاكم عشان انا اكدب عليكم مثلا. لا كملوا مش خلينا صراحه، باخد الفلوس والبطاقه والكارني. كان كابلهم انت شنطتهم وروقت. انا اصلا بدخل الجامعه بيبقوا عارفيني، بصبح وبخش. ممكن بيبقى معايا الليب جلوس الصراحه، وبيبقى معايا النضاره، ده اللي باخده من ده. هي دي شنطتي والتليفون بتاعي وبس. مارينا. نعم. ازازتك السنه دي ما تفرقش ايدي. انا بقيت اشرب ميه كتير، بس كنتوا بتشربوا ميه، لو عطشان تشرب ميه، لو جعان تشرب. لا بجد باخد معايا قلم، ولما فعلا بروح يوم دراسه لا، طب باخد شنطه باك وباخد فعلا كل الحاجات دي،
ببقى واخده بقى كشكول السكاشن، ببقى واخده مثلا لو عامله وسايل للسكشن او كده، ببقى لا يعني بستخدم شنط اكتر لده. بس الاشيك او اللي احنا بنحبه بيبقى ده، بس الصراحه العملي بيبقى شنط الباك، يعني عشان اكون صريحه معاك مفيش حد ما عندوش شنطه باك ومفيش حد عنده شنطه كروس ايا كانت ايه يعني. اوكي. ولما بتعب بروح اشتري ما باخدش يعني. والحاجات اللي بتبقى في حاجات في الجامعه وكده يعني، ما علينا. وانا مش بلبس كمان بس اشتريت بس لا بس هتلبسي السنه دي يعني عادي حرفيا. لا ببقى معايا العينه بس هي خلصت، هجيب واحده تاني، اجيب كذا واحده، بس انا بحب دي يعني. بس وبس كده كده كان الفيديو خلص على السريع يعني. عرفتكم الحاجات الاساسيه. في ناس بتاخد حاجات اكتر من كده، في ناس بتاخد حاجات اقل من كده زي حبايبتي عادي. لو عندي لو احتجت باخده، ما بياخدوش بلوستين مع مش لا عارفه لا لا لا، في بنات بتعمل كده بس لا يعني. انا بطلع من البيت بلبسي برجع لا بلبسي. لا على اساس ان انت ده كله وفي الاخر ايه بس انت جرب بعد كده. استنى يا دكتور. خدي دولابك معاكي. لا بجد انا باخد الشنطه وباخد الميه بجد عشان انا بس كده. احنا خلصنا. يا رب اتمنى الفيديو يكون عجبكم، كنا لطاف كده وخفاف عليكم. صح، احنا تميت ال 25,000 تميت 25,000. ده يبقى ليه احتفاليه لوحده باذن الله نعيشنا، وهتبقى احتفاليته مع عيد ميلادي ان شاء الله في الشهر الجاي 24/10. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، وانتظروا فيديوهات حلوه كتير. وفي فيديوهات انا نزلتها لكم قبل كده تقدروا تتفرجوا عليها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. وبحب تشجيعكم جدا جدا جدا. وبس كده، باي باي.